تخفيض جديد للفايدة في أمريكا. إيه اللي بيحصل؟ البنك الفيدرالي الأمريكي أعلن من شوية على تخفيض جديد للفايدة. هو تالت تخفيض بيعمله الفيدرالي الأمريكي السنة دي ب0.25%. كده نزل حوالي 75 نقطة أساس السنة دي، يعني تخفيض 3/4% السنة دي. التخفيض دوت بتقول عليه الفيدرالي الأمريكي إن التخفيض دوت عشان المشاكل الاقتصادية اللي موجودة حاليا، إن في زيادة تعتبر بسيطة ولكنها زيادة مهمة جدا في الانemployment أو الناس اللي فقدت وظائفها، وكمان ان معدل الدخل بتاع الفرد انخفض، فبالتالي ده عمل مشكلة، وان هم مش شايفين ان هيبقى في انفليشن بسبب ان الوضع الاقتصادي الحالي سيء. الوضع الاقتصادي الحالي لو هو كويس كان هيتوقعوا انه يبقى فيه انفليشن او فيه تضخم كبير ممكن يحصل، ولكن هم شايفين ان الوضع الاقتصادي الحالي مش تمام، فعشان كده هم عملوا التخفيض دوت، وبيقولوا ان لسه هيحصل تأثيرات بسبب الجمارك، ولكن ده هو الحل الامثل اللي هم شايفينه للوضع الحالي في امريكا. كده الفايدة المفروض تبقى ما بين 3.5 و3.75%. المفروض ان ديت هتبقى افضل، لكن هل هتحرك السوق فعليا في الولايات المتحدة الامريكية ولا الدنيا هتمشي ازاي؟ خليكم برأيكم على الموضوع. تحياتي للجميع، لؤي العاصي من نيوجيرسي، مع السلامة.